الحمد لله رب العالمين. يا رب ما لي ذنوبي في الورى كثرت، وليس لي عمل في الحشر ينجيني، وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي، وهذا القدر يكفيني. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى في الشدائد كلها، يا من إليه المرتجى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أدفع. حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، والعفو أجزل والمواهب أوسع. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا محمد بن عبد الله، الذي سئل صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا رسول الله وآدم في الجنة؟ قال: كنت في صلبه، وخرج من الجنة وأنا في صلبه، وركبت السفينة في صلب نوح، وقذفت في النار في صلب إبراهيم. لم يلتقي أبوان لي على سفاح قط. لا يزال ربي ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الذكية مهذبا. لا تجتمع فرقتان إلا وكنت في خيرهما فرقة. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، حديثنا اليوم عن السلام النفسي، والسلام المجتمعي، والسلام الدولي. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ويقول ربنا أيضا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. فالسلام اسم من أسماء الله عز وجل، ونبينا نبي السلام، وديننا السلام، وتحية المسلمين في الدنيا والآخرة السلام، وجنتهم تسمى دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم. السلام تحية المسلمين في الجنة، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعرف المسلم فيقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وأن يظن به خيرا. حرمة المسلم عند الله أعظم من الكعبة. دليلنا على ذلك حينما اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وأشار إليها قائلا: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المسلم عند الله أعظم حرمة منك، دمه وماله وعرضه، وأن يظن به خيرا. السلام. ولذلك أرسل الملك السلام إلى من؟ إلى خديجة، إلى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم،
إلى سيدة العالمين، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا خديجة، إن الله يقرئك السلام يا خديجة. فماذا ردت خديجة العاقلة الواعية؟ فتقول: يا رسول الله، فهو السلام ومنه السلام وإليه يرجع السلام. السلام أعم الأرض بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في يوم من الأيام شكى عمر عليا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه نوع الشكوى؟ ما نوع الشكوى يا عمر؟ فقال: يا رسول الله، إن عليا كلما لقيني لم يبدأني بالسلام، فأنا الذي دائما أبدأه بالسلام. وعلى طول تعقد الجلسة بقيادة النبي محمد، ويحضر علي في التو واللحظة: لما يا علي، لما يا علي، كلما لقيت عمر لم تبدأه بالسلام، أتتكبر عليه يا ابن عم رسول الله؟ قال: لا يا رسول الله، حاشا لله، ولكني سمعتك تقول: من بدأ أخاه بالسلام بنى الله له بيتا في الجنة، فأردت أن يسبقني إلى هذا البيت عمر. شوف الرجال، شوف الرجال اللي قال عنهم القرآن: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولذلك سيدنا النبي يقول لك ايه بعد ما تصلي عليه: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ولذلك ربنا ما تركش الامور كده وخلاص، لا 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 لا، ده ربنا يوم القيامه يتجلى على اهل السلام، لان سكان الجنه ده سكان ايه؟ سكان دار السلام. يا اهل السلام، الملك يناديكم: يا أهل السلام، هل رضيتم عني يا أهل السلام؟ فيقولون: يا ربنا، وكيف لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. فيقول الله لهم: وعزتي وجلالي لأعطينكم أفضل من ذلك، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فين؟ ده في الجنة، في النعيم المقيم، دار الخلد. ليست الدنيا، لا، الدنيا تذهب هباء منثورا، ولكن الباقية والخالدة هي الجنة. تقارب أخي في الله، تقارب عشان إخوانك اللي بره في الشمس. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. دار السلام. الدنيا ليست دار السلام، وإنما دار السلام هي الجنة، لهم دار السلام عند ربهم. ولذلك ربنا لما يتجلى لأهل الجنة بالرؤيا، ما هم أهل الجنة يرون ربهم كما ترون الكوكب الدري في السماء، هيشوفوا ربنا. ودي هي اللي أفضل من الجنة، اللي أفضل من دخول الجنة هي رؤية الملك: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. قم ربنا يسألهم كده، يقول لهم: ما تحبون مني؟ بتحبوا ايه؟ احنا النهاردة بنحب ايه؟ بنحب الغيبة والنميمة، بنحب الكذب والبهتان، بنحب الوقيعة بين الناس. لا، أهل الجنة مش دول. لا، بتحبوا ايه يا أهل الجنة؟ يقول: يا رب بنحب نسمع القرآن. القرآن اللي ما حدش عايز يسمعه في الدنيا في هذه الأيام. أهل الجنة بيتمنوا عايزين ايه؟ عايزين نسمع القرآن يا رب. طب تسمعوا القرآن من مين؟ والله يا رب ده أفضل الأصوات صوت سيدنا داود. قم شوف له كل مقام مقال. قم ربنا يؤمر داود: يا داود ارقى على منبرك، اللهم وعدنا يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ارقى يا داود على منبرك واقرأ على الأولياء. قم سيدنا داود يقرأ ايه؟ يقول ايه؟
إن المتقين في مقام أمين. فين هم؟ في الجنة. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين. قم ربنا يسألهم بعد ما يسكروا من سماع القرآن من سيدنا داود، ربنا يسألهم: هل سمعتم أفضل من صوت داود؟ لا يا رب، وعزتك وجلالك ما سمعنا أفضل من صوت داود. قم ربنا يقول لهم: وعزتي وجلالي لأسمعنكم أفضل من صوت داود. يا محمد ارقى على منبرك، ارقى يا محمد على منبرك، واقرأ على الأولياء سورة طه وياسين، فيزيد الله في حسن صوت النبي محمد 70 ضعفا على صوت داود. صوت سيدنا النبي أفضل من صوت سيدنا داود ب70 مرة. فأول ما يقرأ سيدنا النبي بسورة طه وياسين يهتز من في الجنة ويسكر من في الجنة، فإذا أفاقوا قال الله لهم: هل سمعتم أفضل من صوت محمد؟ لا يا رب، وعزتك وجلالك ما سمعنا أفضل من صوت محمد. قم ربنا يقول لهم: وعزتي وجلالي لأسمعنكم أفضل من صوت محمد. فيتكلم مولانا جل في علاه بسورة الرحمن فتهتز الجنة ويهتز من في الجنة، ثم يكشف الحجاب فيخرون لله سجدا، فيقول الله لهم: ارفعوا رؤوسكم وانظروا إلى حبيبكم فأنتم أحبتي وهذه جنتي. فيرفعون رؤوسهم فيقول الله لهم: من أنا؟ من أنا يا عبادي؟ فيقولون: أنت ربنا. فيقول لهم: فأنا السلام وأنتم المسلمون، فهو الرحيم وهم المتقون. ويقول صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان حي لا يموت. ابن آدم اعمل ما شئت كما تدين تدان، أو كما قال: التائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.